السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناة يوميات صادق حجازي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها امورنا. اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فيها تيسير للامور وتفريج للهموم. فاللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يوم جديد بفيديو جديد هنشوف فيه مكونات ومواصفات وسعر موتوسيكل هوجن 4 150 ابو حوا الموتور الكينج. هنشوف مع بعض مواصفاته ايه، هنشوف مع بعض مكوناته ايه، هنشوف مع بعض سعره النهارده عامل كام في معرض الباجور، مركز الباجور، محافظة المنوفية. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها امورنا. هوجن 4 150 ابو حوا الموتور الكينج. هنشوف مع بعض مكوناته ايه، هنشوف مع بعض مواصفاته ايه، هنشوف مع بعض السعر عامل كام. بس انا بلاقي ناس كتيرة بعد ما بخلص الريفيو تقول لي، كاتبالي في الكومنتات سعر كام. انت حضرتك لو سمعت الثمان دقايق دول من الاول من للاخر هتعرف السعر وتعرف كل حاجة وتعرف العنوان وتعرف ارقام التليفونات، كل حاجة 8 دقايق بالظبط. اول حاجة هنبدأ بيها وهي المحرك او الموتور. الموتور الجامبو 150 سي سي، منافله ومارش. الموتور اهو كينج، ولكن المارش مش مختوم. فاحنا قلنا ان ده هوجن ابو حوا الموتور الكينج 150 سي سي، الموتور الجامب. 2 مخرج للشكمان و2 مخرج للبيجو. هنشوف الموتور من الناحيه الثانيه. الموتور من الناحيه الثانيه اهو، ده وش الكهرباء. الموتور الجامبو من ابو حوا 5 غيار. ادي المقص بتاع الموتوسيكل اهوت. ده يعتبر الأكثر انتشارا في الطريق، سمعة، لأن شركة أبو حوا غنية عن التعريف، والسعر بتاعها حنين شوية، وبتستحمل برضو البهدلة ديليفري واللف. عندي التانك أهو، والجنب جامبو اتش جي 150 4. دي بتتسمى هوجن أبو حوا الموتور الكينج، أو هوجن أبو حوا الموتور الاتش جي. ده اسمها وده اسمها. المكنه من الخلف اهيت، الستوب والاشارات شمال ويمين، ودي يافطه من شركه ابو حوا. حضرتك بتعلق النمر بتاعتك لما تيجي ترخص ان شاء الله. الشبكه الخلفيه شبكه الجامبو، الشبكه الخلفيه شبكه الجامبو. الاثنين مساعد الخلفي اللي هم دول. ده المقص اهو من الناحيه الثانيه برضو زي ما احنا شفنا المقص الثاني. وده دراع الفرامل الخلفي، والفرامل الخلفيه اللي هي على سيخ على تيل، الفرامل العاديه. الفرامل العاديه. النقشه بتاع فرده الكاوتش الخلفي اللي هي قدام حضرتك. طبعا الكاوتش فيه شامبر، يعني فيه داخلي. حضرتك عاوز تقلبه تيوبلس، بتشيل الشامبر وبتاع الكاوتش يحط لك البلف اللي هو ب 25 جنيه. تانك من الناحيه دي اهوت، وادي الجنب اتش جي 150 4 جامبو. الشلته اهي. رفرف امامي 2 مساعد. بدايه الرفرف حامل للنمر، محطوط يافطه من شركه ابو حوا، حضرتك بتحط النمر بتاعتك عليها. والمساعد الفرامل الاماميه باكم، وده الباكم راكب على الاسطوانه الاماميه هي. ودي النقشه بتاع فرده الكاوتش الامامي. ده الفانوس الامامي والاشارات الاماميه العاديين. واسفل الفانوس التلكس، اسفل الفانوس التلكس. طبعا حضرتك عاوز تركب لوند ليد او فانوس ليد، بتروح لكهربائي بيقلب لك المكنه كلها ليد، سهله يعني، ما فيهاش اي مشكله خالص. انت براحتك انت، لكن هي بتبقى نازله في الصحاره بتاعتها. موتور الجامبو ما فيهوش اي تعديل ولا تحديث. اناره عاديه، فانوس والستوب والاشارات امامي وخلفي، كل حاجه العاديه. والفرامل الخلفيه على سيخ على تيل اللي هي العاديه، والفرامل الاماميه بس اللي هي باكن. حتى الكاوتشات بتبقى نازله فيها شامبر، حضرتك عاوز تقلبها تيوبلس بمزاجك انت. وده الاكسدام بيركب في وش الموتور. لما بنيجي صاحب النصيب ان شاء الله بنركب له الاكسدام قدامه ونوصل له البطاريه وندور ان شاء الله. الجدون اللي هو المسطره، الجدون اللي هو المسطره كتله يمين وكتله شمال، مقبض يمين ومقبض شمال.
الكتله اليمين مارش ونور عالي وواطي وبطال. مارش يعني حضرتك بتدور الموتوسيكل منه. في ناس كتير يا جماعه لسه بتسال على اللي انا بقوله، لان ناس في البدايه لسه ما ركبتش اي موتوسيكل وعايزه تشتري موتوسيكل، بتقول لي يعني ايه مارش؟ مارش اللي هو انت بتدور الموتوسيكل منه. عندي الكتله الشمال التلاكس والاشارات شمال ويمين والرعاش. مقبض يمين الفرامل الاماميه الباكم وده وعاء الزيت بتاع الفرامل. مقبض شمال اللي هو الدبرياش اللي هو 5 غيار، بتلم الدبرياش وتدي من عصايه الغيارات اللي اسفل الغيار وتسيب الدبرياش وتمشي المكنه تمشي. العداد العادي اللي هو ما فيهوش ولا ديجيتال ولا نص ديجيتال ولا اي حاجه، لان الجامبو بتبقى نازله بالعدادات العاديه ما فيهاش تعديل ولا تحديث. كونتاك 2 مفتاح و2 ريموت، 2 مفتاح و2 ريموت و2 مرايه. ادي المكنه اهي، مكنه هوجن 4 150 الموتور الكينج، او هوجن 4 150 الموتور الاتش جي. الاتش جي انت حضرتك تسميها زي ما تسميها، هي هوجن 450 الموتور الجامبو من شركة ابو حوا، عشان تبقى انت معاك التفاصيل بتاعها. ديت مش محتاجة تعريف لان هي غنية عن التعريف، لانها اكثر انتشارا في الطريق المكنة دي. عليها سحب، سعرها حنين، ناس كتيرة بتاخدها، قطعة غيارها متوفرة في كل مكان، بياعة اما تيجي تبيع وتشتري، يعني فيها كذا مميزات. ناس بتحافظ على المميزات ديت او ناس بتشتري المكنه دي عشان المميزات دي. الموتوسيكل ده موديل 25، ومن اوائل السنه اللي هو نزل موديلات 25 هو شركه ابو حوا. اللي هو الموتوسيكل ده موديل 25، يعني حضرتك هتاخد الورق موديل 25 وهتروح ترخص موديل 25. اللي قدام حضرتك متاح منها اللون الاحمر، انا كنت جايب اسمر واحمر، فاضل اخر حتتين احمر بس، اللون الدموي اللي قدام حضرتك ده. حضرتك هقولها تاني عشان ناس كتيره كاتبالي في الكومنتات، انا جيت اشتري من عندك يا صادق، وايه الاجراء اللي انا اخده منك او ايه المطلوب عشان اشتري مكنه جديده؟ المطلوب ان انت بتشرفني في المعرض بالبطاقه بتاع حضرتك ومعاك الفلوس، بتختار نوع الموتوسيكل اللي انت عاوز تشتريه، وبتبقى متصل بيا قايل لي عندك بكام، بقول لك السعر قبل ما تتحرك من عندك، وبفضل الله بتيجي تاخد تشتري زي ما انت قلت بالسعر اللي انا اتفقت عليه في التليفون، بل بالعكس اقل من اللي انا قلت لك عليه في التليفون كمان، مش ازيد. واللي جرب هو اللي هيكتب لي في الكومنتات يقول لي حصل. باخد البطاقه بتاع حضرتك، بصورها، باخد رقم الشاسيه ورقم الموتور اللي انت اخترت المكنه بتاعته او التروسيكل بتاعه، وبصور البطاقه مع الشاسيه والموتور وببعتهم الشركه. بدل حضرتك مبايعه ان انت شاري الموتوسيكل ده او التروسيكل ده من عندي باليوم الفلاني، برقم الشاسيه، برقم الموتور، باسم المعرض، بالعنوان، بختم المعرض، لحين صدور الجواب. الجواب بيقعد من 18 ل 20 يوم. بتصل على حضرتك اقول لك الجواب موجود، الشركه جابتهولي. انت لو انت في محافظه تانية زي المحافظات البعيده اللي بتجيلي، ما بتخبطش مشوار تاني او ما بتسافرليش تاني، انت بقول لحضرتك اديني اسم مكتب بريد جنبك، بتديني اسم مكتب بريد، ببعت حد البريد المصري يبعت بريد سريع، ببعته النهارده، تاني يوم او تالت يوم يوصل لك الجواب بتاع حضرتك، وانا بطمن ان هو وصل لحضرتك. هو لو انت قريب مني او في المحافظه بتاعتي، بتصل عليك اقول لك الجواب بتاع حضرتك جه، بتيجي باخد منك المبايعه وتاخد الورقه اللي انت بتروح ترخص بها. هو ده مش اكتر ولا اقل، هو ده المفترض ان انت مادام بتشتري حاجه جديده من معرض، انت اول مره بتشتري حاجه جديده. هو ده التفاصيل. ناس كتيره بدل ما اعمل له ريفيو لوحده، لو انت اللي كان طالب ان انا اقول الكلام ده، يا ريت يكون يوصل له ان شاء الله، وكلنا بنستفاد من بعض، وكلنا يعني سبب، ربنا جعل ده سبب لده وده سبب لده وده سبب لده، يعني محدش لوحده يقدر يمشي لوحده، كلها ارزاق وربنا اللي مقسمها.
انت بس امشي بما يرضي الله، وخلي فيه امانه، وخلي فيه صدق. وقبل ما تشتغل الزبون، او قبل ما تقول كلام للزبون، انت صدقه. يعني قول كلام اقتنع به انت اولا، ثم قوله للزبون، ده هيوصل لقلب الزبون. اما لو كلام انت مش مقتنع بيه، او كلام اي كلام وخلاص، لا صدقني، لو عندك 10 عملاء مش هيوصل ل2 والباقي مش هيقتنع، لان انت بتقول كلام انت مش مقتنع بيه. ف لو في امانه، في صدق، ان شاء الله ربنا هيبارك لك، وان شاء الله ربنا هيكتر او هيزود التجاره بتاعتك، وان شاء الله ربنا هيرزقك رزق بالحلال. انت تعمل اللي عليك بس وتجتهد، وربنا ده هو سبب الرزق وهو اللي بيرزق، ومحدش بيتحكم في رزق حد، ولا حد بيحدد رزق حد. انت تعمل اللي عليك بس، والتوفيق ده من عند ربنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتدعموني بلايك وكومنت جميل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.